السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني ودي قناتي يوميات تحدي المشاكل. أهلا بكم في قناتي، برحب بكل المشتركين في القناة، أنتم منورين القناة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أخطر 7 احتياجات نفسية لو اتكسرت داخل الأسرة هتسبب توتر دائم. طبعا اللي داخل جديد القناة كده يدخل ياخد لفة في القناة، ان شاء الله قناة تعجبكم وتنال اعجابكم. هنتكلم النهاردة عن اول حاجة احتياج هو الحاجة للامان. ده اول احتياج نفسي مهم جدا داخل الاسرة، هو الحاجة للامان. والامان مش معناه ان الانسان يكون بعيد عن الخطر، لكن معناه انه يشعر ان البيت مكان امن نفسيا يقدر يتكلم فيه، يعبر عن مشاعره من غير خوف او تهديد او اهانة. مثلا الطفل محتاج يحس ان ابوه او امه او الاتنين موجودين وقت احتياجاته، والزوج والزوجة محتاجين يحسوا ان كل واحد فيهم سند للاخر. لما الانسان بيشعر بالامان داخل اسرته بيكون اكثر قدرة على التعبير عن نفسه واتخاذ القرارات ومواجهة ضغوط الحياة. اما الخوف المستمر والصوت العالي والتهديد وعدم الاستقرار، كل ده ممكن يخلي الانسان يعيش في حالة من التوتر والقلق. عشان كده من اهم رسائل الاسرة انت امن هنا واحنا جنبك. من اهم الرسائل الاسرة تديها للانسان اللي عايش فيها، انت امن هنا واحنا جنبك. تاني حاجة الحاجة للحب. الاحتياج التاني هو الشعور والحاجة للحب. كل إنسان محتاج يحس إن هو محبوب وإن وجوده مهم بالنسبة للأشخاص القريبين منه. والحب داخل الأسرة مش مجرد إننا بنقول أنا بحبك، لا، لكن الحب بيظهر في التصرفات اليومية. الحب بيظهر في إنك تسأل عن زوجتك أو تسمع ابنك وهو بيتكلم، تطمن على شخص متضايق، أو حتى تجلس مع أسرتك بعض الوقت بدون ما تكون مشغول بالموبايل. أحيانا الإنسان ما بيحتاجش لحلول لمشكلته، لكن بيحتاج بس إن هو يحس إن في شخص مهتم بيه. ومن الأخطاء اللي ممكن بتحصل داخل الأسرة إن الحب يكون مشروط. يعني مثلا أنا بحبك لو نجحت، أو بحبك لو عملت اللي أنا عايزه. الأفضل إن الإنسان يشعر أن قيمته وحبه محفوظان حتى لو اختلفنا مع بعض في سلوك أو قرار. التالت حاجة عندي الحاجة للقبول. الاحتياج التالت ده هو الحاجة القبول مش معناه ان الانسان يشعر ان اسرته شايفاه زي ما هو. مش لازم يكون كامل عشان يحس بالقبول، مش لازم ينجح في كل حاجة عشان يكون مقبول، لكن المهم ان احنا نفهم ان القبول لا يعني الموافقة على كل التصرفات. مثلا لو طفل اخطأ، انا ارفض الخطأ لكن لا اقول له انا ارفض الطفل نفسه. مثال تاني، لو لقيت شخص حزين، بدل ما اقول الشخص انت حساس زيادة، اقول له انا فاهم ان الموضوع ضايقك، تعالى نتكلم. لما الإنسان يشعر بالقبول بيكون أكثر قدرة على التعبير عن نفسه، عن مشاعره، عن شخصيته. بيكون عنده استعداد أكبر للتغيير والنمو، لأنه مش مضطر طول الوقت يدافع عن نفسه. أما الشخص اللي بيشعر أنه مرفوض باستمرار، فده بيبدأ في إخفاء مشاعره أو تصرف بطريقة ترضي الآخرين عشان يحصل على قبولهم. لذلك خلي رسالتك لأفراد أسرتك أنا أقبل وجودك ومشاعرك، لكن لو في سلوك محتاج يتغير هنغيره مع بعض. رابع حاجة الحاجة للتقدير. الاحتياج الرابع الحاجة للتقدير. كل إنسان محتاج يحس إن مجهوده متشاف، وإن الأشياء اللي بيعملها ليها قيمة. والتقدير مش لازم يكون بسبب إنجاز ضخم، أحيانا كلمة بسيطة جدا زي أنا مقدر تعبك أو شكرا على اللي عملته ممكن يكون ليها تأثير كبير. مثلا تخيل أم بتقوم بأعمال البيت كل يوم، أو أب بيشتغل ساعات طويلة عشان يوفر احتياجات البيت، أو طفل اجتهد في دراسته. لو كل ده أصبح شيء عادي محدش ملاحظه، الإنسان مع الوقت بيشعر إن مجهوده ده ملوش لازمة، مش مهم. لكن لما نقدر بعض، احنا مش بس بنقول كلمة جميلة، مثلا شكرا يا ماما يا حبيبتي على الاكل اللي عملتيه، ده طعمه جميل، تسلم ايديكي مثلا. ده احنا بنقوي علاقتنا بالكلام ده، وبنشجع الشخص وبنشحنه بالطاقة الإيجابية على انه يستمر. التقدير لا يعني المجاملة الكاذبة او المبالغة، لكن التقدير هو انك تلاحظ المجهود الحقيقي وتعبر عنه. الحاجة بعد كده للانتماء. الحاجة الخامسة الاحتياج الخامس ده هو الحاجة للانتماء. الإنسان محتاج إن هو يشعر إنه جزء من أسرة، وإنه مكانه داخلها، وإنه وجوده له أهمية. الانتماء مش معناه إننا نعيش كل الوقت مع بعض، ولكن معناه إن كل فرد يشعر بإنه جزء حقيقي من البيت ده. مثلا الأسرة بتتجمع عشان تاكل أو تشارك في مناسبة أو يتكلموا عن مشكلة وتسمع رأي كل فرد. عارفين ده بيعمل إيه؟ بيقوي الشعور بالانتماء داخل حتى الأطفال محتاجين يشعروا ان ليهم دور داخل الاسره، مش مجرد اشخاص بيتلقوا اوامر. مثلا الزوج والزوجه، كل واحد محتاج يشعر انه ليه مكانه حقيقيه في حياه الاخر. لذلك اسال نفسك، هل كل فرد في اسرتي يشعر انه جزء منها؟ هنعمل ايه بقى؟ هنخصص وقت نتكلم فيه ونضحك فيه ونشارك بعض تفاصيل اليوم بتاعتنا، لان ده احيانا بتبقى ابسط اللحظات العاليه اللي هي بتصنع اقوى شعور بالانتماء. بعد كده عندي الحاجه القيمه. ده الاحتياج السادس.
الحاجة للقيمة. طبعا الحاجة للقيمة ده احتياج مهم جدا. كل إنسان محتاج يشعر إن وجوده له معنى وإنه شخص مهم وله دور داخل أسرته. وهنا لازم نفرق بين قيمة الإنسان وإنجازاته. يعني قيمة ابنك مش متوقفة على درجاته في المدرسة. قيمة الزوج أو الزوجة مش متوقفة فقط على قد إيه بيدي. قيمة الزوج مش متوقفة على قد إيه مثلا هو بيدي فلوس اللي بيديها أو الأعمال اللي بيقوم بيها. الإنسان له قيمة لأنه إنسان وليه مكانة واحتياجات ومشاعر. عشان كده من المهم جدا إننا نقول لأفراد أسرتنا كلام يحسسهم بقيمتهم. زي مثلا أقول حد من أسرتي: وجودك بيفرق معانا، أنا سعيد إنك في حياتي، رأيك مهم بالنسبة لي، إحنا محتاجينك. الكلام ده لما واحد من الأسرة بيقوله للتاني، يعني الزوج بيقوله لمراته أو مراته بتقوله لجوزها، الكلام ده الجمل دي مثلا بتساعد الإنسان يشعر إنه مؤثر وله قيمة وليه مكانة كويسة. أحيانا أجمل هدية نفسية تقدمها لشخص بتحبه هي إنك تقوله: أنت مهم بالنسبة ليا، وجودك له قيمة. ده كلام إيجابي بيدي شعور بالطاقة الإيجابية والسعادة. الاحتياج رقم 7 طبعا الحاجة إلى الاستقرار النفسي. دي آخر حاجة من الاحتياجات اللي بنتكلم عنها النهاردة. الاستقرار النفسي داخل الأسرة لا يعني إن البيت يكون خالي تماما من المشاكل، يعني مفيهوش مشاكل، لأن مفيش أسرة أصلا في الدنيا من غير اختلافات ولا مشاكل. لكن الفرق الحقيقي هو إن احنا إزاي نتعامل مع الاختلافات دي. هل كل مشكلة مثلا تتحول لصراخ وتهديد وخصام طويل، ولا احنا نقعد كده ونتكلم مع بعض ونوصل لحل مع الحفاظ على الاحترام ما بيننا. الإنسان محتاج إنه يشعر إن حياته ليست معرضة للانفجار في أي لحظة، وإن الخلاف لا يعني بالضرورة فقدان الحب أو الأمان. الروتين الهادي والوضوح والاحترام والقدرة على الحوار والاعتذار بعد الخطأ، اللي يحس إنه غلطان يعتذر، كلها أشياء تساعد على خلق بيئة أكثر استقرار. أهم شيء أن يعرف أفراد الأسرة إن الخلاف ده شيء طبيعي، شيء طبيعي إن احنا نتخانق أو يحصل ما بيننا اختلافات، لأن ربنا خلقنا مختلفين في الشخصية والطباع. لكن الإهانة والعنف والتخويف ليست طرق صحية لكل خلاف. البيت المستقر نفسيا مش بس هو البيت اللي ما فيهوش مشاكل، لكن هو البيت اللي افراده بيعرفوا يقولوا احنا مختلفين لكن احنا في صف واحد وهنحل المشكله مع بعض. وفي النهايه الامان والحب والقبول والتقدير والانتماء والقيمه والاستقرار النفسي كلها احتياجات نفسيه مترابطه، وكلها اهتمامات مهمه للاسره، كلها مهمه للاسره. بعد كده عندي لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.